بقالي 5 دقايق سامع صوت الخلاط. تعالوا نشوف كده تيتا بتعمل ايه. بتعملي ايه يا تيتا؟ بعمل كيكه رخاميه اللي هي الماربل كيك. الشوكولاته. شوكولاته والفانيليا. ماشي. تعالوا نقول لكم بقى مقادير الكيكه اللي مفيش منها اتنين. حطيت هنا بيضتين، كوبايه الا ربع سكر ومعلقه خل وتلت كوبايه زيت على سمنه. وهنا يا جماعه تيتا حطت كوبايه ونص من الدقيق وكيس بيكنج باودر وايه ورشه ملح. نطره ملح صغيره. رشه كده. بصوا رشه ملح صغيره بس. ولو يا جماعه عايزين اي وصفه ما تتحرجوش واكتبوا لنا، ماشي؟ واي مقادير اكتبوها لنا. دلوقتي هنقلب بقى الكيكه. المواد الجافه على بعضيها. قلبنا الدقيق مع البيكنج باودر مع ذره الملح الصغيره. ماشي يا حبايبي. وهنا البيض والسكر والزيت ومعلقه خل. معلقه خل خلاها هشه وجميله. بصوا بقى القوام. بصوا يا حبايب قلبي كده هننزل بيهم على القوام الباودر. هنحط بقى القوام الجاف. القوام السائل على القوام الجاف. اهو بصوا. بس اهم حاجه قبل ما نكمل الفيديو متنسوش ايه؟ تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتعملوا سبسكرايب وتعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت. بصوا زي ما يعني يكون اللبن على حراره الغرفه. بصوا انا كده هحط ايه؟ كوبايه الا ربع لبن. انا بقلب ولا بصور؟ فعشان كده التقليب مش حلو، بس كده دلوقتي اللي هتقلب. بصوا تفضلوا تقلبوا كده لمده دقيقتين يعني. هو كده تانية دقيقة واحدة يكون اللبن مع القوام بيتخلط. اهو شوفوا شغل فاخر من الاخر. بس اهم حاجه تكتبوا لنا كومنت حلو وايه وسبسكرايب ولايك. ده الشغل يا جماعه اللي بيحتاج دعم، اللي بيحتاج فعلا سبسكرايب وكومنت ولايك. وقلب قلب قلب. هنقلب ونرجع لكم. هحطه هنا. هتاخد تيتا شويه من الخليط تحطه هنا شويه كمان. بصوا كمان شويه. اخدت حبه من الخليط حطيتهم هنا. ماشي اهو دول هيبقوا بالشوكولاته صح؟ ده اللي بالفانيليا اهو. بصوا كده كتر الشوكولاته جميله خالص اهي. ماشي. انا بقول لتيتا كتر الشوكولاته عشان بحب الشوكولاته. هنحط بقى هنا الكاكاو. هنحط كده معلقه ونص. يا جماعه انا الايام اللي فاتت دي ما كنتش بسهر مع تيتا عشان كنت تعبانه. بصوا معلقه كاكاو كده. لا معلقه ونص كده شويه او معلقتين كاكاو. كل ما تكتروا كاكاو بتبقى طعمها جميل جدا. ممكن نحط بقى ايه؟ شويه لبن. نطره باكو صغير اللي هو النسكافيه بيديها طعم جميل قوي. هنحط هنا معلقتين لبن بقى عشان احنا زودنا الكاكاو. معلقتين لبن زي المعلقتين بتوع وننزل فيهم مع الخلاط. ما تعملها عشان ما تنطرش كده في حرف الله. كنت تعملي فيه بالخلاط. ما انا هعملها في الخلاط بس